اليوم، ما بغيناش اليوم الاقصاء، ولكن زين رسميا إلغاء الدوري الجزائري بعد الخسارة أمام موريتانيا وخسارة المذلة. هادشي راه ماشي أنا اللي كنقولو، راه الإعلام ديالهم. شوفوا ولا خسرنا مع الموريتانيا. يعني قلت لك نحبسوا كرة قدم في الجزائر، نحبسوها، نغلقوا، قال نهبطوا كاع اللي يريدوا تاع كرة قدم، واحد ما يجي يتكلم امام البلاطو هذا ما نزيدوش نجيو ليه. فرصة خطيرة، جول 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 14. بالله موريتانيا تسلسل. دابا راه هادشي تنبغي نقول، حشومه وخوتنا هادو ولا هادشي ما خصناش نديروه، وغجيرانا وفيهم الزوينين والخايبين، وكنشوف بحال هاد الفيديوهات. تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ الناس كيديروا بلاطو باش يعرفوا واش يلعب هاد اللعاب ولا ما غيلعبش، وكيناقشوا الفريق ديالهم شنو هما نقاط الضعف، شنو هما نقاط القوه، وما دابزين. اللقب ديال المغاربه اسود، لا راه ماشي اللقب ديالهم، هاد اللقب تاع الجزائر اجي نعرفوا علاش. اجي جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد. الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفلك؟ بغيت ندوي معاك بالعقل ونقول لك فين كان عايش الاسد الاطلس وشكون وهذا وبزاف تاع الحوايج، ولكن انا نوريك هاد التصويره ونقول لك بلي هاد التصويره راه قديمه على شي حاجه سميتها الجزائر. كما كتعرفوا بلي كرة القدم فيها ربح وخساره شي حاجه عاديه. تخيلوا معايا من بعد ما خطرات الجزائر قدام موريتانيا، جا واحد اللاعب جزائري باش يعتذر من الجمهور ديال الجزائر حيت شرا كرة القدم فيها ربح وخساره. تخيلوا معايا جراو عليه وشيروا عليه بقراعي كما كتشوفوا دابا. تخيل معايا هذا غا لاعب وحط كلوتو في داك الماتش، المدرب اللي كيرجع ليه هذا الشيء كامل. تخيلوا معايا كيفاش استقبلوه وكيفاش دواو معاه، خليك تشوف. شيخ ما تروحش الشيخ راه حنا تقول تبارك يا شيخ ما تروحش كارثه كنضرب الشيخ صرا كارثه شنو نجيكم انتم انا معك ظالم ولا مظلوم والله وراس بابا اللي تحت التراب غير دراهم تواجد بهم بالك يا شيخ ما تروحش ريح الشيخ ريح انا معاك الامل تاعنا انت هو الشيخ انت هو الامل تاعنا خليه هاد لي زيليميناتوار لا كوب دي موند سيل تو بلي على قاعد قدام يسامحونا سامح دنيا واخره معليش الماكسيموم تاعنا. لا انا راه ماشي كنقول لك ما تعاملش مع المدرب مزيان ولا لا سبوه ولا شي هو ضربوه ولا شي حاجه، ولكن لاعب اللي ما عنده حتى حاجه ودير ليه بحال هكا حشومه. كنت تخيلوا معايا الدراري كون كان الحكيمي ولا زياش وترى نتقلقوا ونزاو معاه ونضحكوا، وترى كوره ودايزه. الله غالب. انتوما لي موريتانيان ميساج برك لخوتنا الموريتانيين، تاكلوا في الغله وتسبوا في المله، يعني ما لعبتوش كاع بالو، وكي لحقتوا الله الجيري وليتوا تعرفوا تلعبوا بالو. بصحتكم اش غنقول لكم؟ ناري بزاف شي نهار انا ما تخيل معايا حشومه تربع. دابا ربعتي شي دوله انت خايب وانتوما كنتو خوت. يمكنش ما يمكنش كيفكروا هادو. الان نتمناهم ان شاء الله ما يجوزش كاع الدور الاول، ونتمنى ان شاء الله غير المشاكل داخل المنتخب المغربي. امر رايي. لا ما رأيي. لا ما رأيي. واش قالوا نصر؟ شكرا رايي. شكرا. السلام عليكم. الشيء اللي كتشوف راه قناه رسميه جزائريه، راه ماشي بحال شحال سميتها شفتي راه بحال قلتي الاولى ديالنا ولا دوزيام. تخيل معايا طالعين في قناه رسميه جزائريه وقمه الحقد وكيقولوا لك المغرب بغيناها تخسر وبغيناها وانت ما يمكنش. مينو الصراحه هادو اللي بقاو فيا بوفرياس بغاو طوموبيل وضيعوا فلوس ماشي يحتفلوا غا طالعين، ماشي حتى داو الكاس غا طالعين وفي الاخر شو طالعين. نختموها باحسن فيديو واحسن شخص عندهم في الجزائر واحسن قناه. نتمنى خليتو شي لايك وشي ابوني وكملوا. نتمنى نشوف بس الهدف
هدف المباراة الوحيد، علشان ليا كلام بس في الهدف نشوفه مع بعض. اتفضل يلا ورينا الهدف، يلا نشوف الهدف هشام اتفضل، ونمشي مع بعض كده ونركز مع بعض. وبعدين ادي الكوره اهي، ونشوف المراوغه ونشوف التسديد ثم الهدف. انا ما عنديش تعليق، انا جبت الهدف بس عشان نستمتع بيه. باليش وضرب في حشيش خرج لي مفرق في الدم في لي زاناليز، ما يهمنيش بلادي نقدر نبرم وسط البوليس وما تشدنيش.